واش عمرك سمعتي على واحد البلاصه في ماينكرافت كيسموها فارلاندز؟ بلاصه بعيده بزاف على العالم هادي ديال ماينكرافت، فين التضاريس كتولي غريبه بشكل ما غاديش تتوقعوه. ولكن السؤال شنو هو؟ علاش اصلا كاينه فارلاندز وكيفاش كتكون واش كنقدروا نوصلوا ليها؟ والاهم واش بصح كاين هيروبراين تما؟ في هذا الفيديو غادي نمشيو بعيد في ماينكرافت باش نكتشفوا الحقيقه كامله ديال فارلاندز، من كيفاش ظهرت حتى الاساطير اللي دارت عليها ضجه كبيره. شنو هي فارلاندز؟ اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي اصلا فارلاندز. فارلاندز ماشي ديمونشن جديده، وماشي بايو، وماشي منطقه سريه دارتها موجان. هي عباره عن خلل تقني في طريقه ماينكرافت القديمه كانت كتولد بها العالم. في الاصدارات القديمه بزاف ماينكرافت، ملي اللاعب كان كيعبد بزاف عن نقطه البدايه، حسابات الرياضيه اللي كانت اللعبه كتستعملها باش تولد التضاريس كانت كتولي فيها المشاكل، والنتيجه التضاريس عاديه ديال ماينكرافت كانت كتبدا كتشوه وكتبان بحال جبال ضخمه ومتداخله الحفر والجدران والاشكال غريبه بزاف. وهنا بالضبط ولات عندنا منطقه اللي عرفناها باسم فارلاندز. في كانت كتبدا، ودابا وصلنا لسؤال مهم. في كانت فارلاندز في الاصدارات القديمه من ماينكرافت كانت تقريبا كتبدا من عن بعد 12.5 مليون بلوكه من نقطه الصفر. يعني تخيل معايا بلوكه واحده كتساوي لنا متر تقريبا، يعني 12.5 مليون بلوكه. الا بغيتي تمشي ليها برجليك غادي تحتاج شي وقت خيالي، ولكن ماشي غير المسافه اللي كانت كبيره، حتى اللعبه نفسها كانت كتواجه المشاكل كبيره في هذه المسافات، حيث طريقه الحساب ديال الاحداثيات كانت كتاثر على توليد العالم. علاش كانت كتوقع هاد الظاهره؟ ماينكرافت كتحتاج تحسب بزاف ديال المعلومات باش تعرف فين تحط الجبال والوديان والكهوف والبايم. في الاصدارات القديمه ملي الاحداثيات ولات كبيره بزاف، حسابات ولات كتنتج الاخطاء، ومع زياده المسافه هاد الاخطاء كانت كتولي واضحه اكثر فاكثر، حتى كتخرج لنا واحد التضاريس غريبه سميتها فارلاندز. يعني باختصار فارلاندز ماشي سر خارق الطبيعه، وهي النتيجه لمشكل تقني في وورد جينيريشن ديال ماينكرافت القديمه. وهنا المفاجاه، الا كنتي كتلعب ماينكرافت الحديثه ما غاديش تلقى فارلاندز الاصلي بنفس الشكل اللي غتشوف في الفيديوهات القديمه، حيث في واحد من التحديثات القديمه موجن بدلات الطريقه اللي كتولد بها اللعبه العالم، وفارلاندز بشكل معروف ديالها اختفات. يعني الفيديوهات اللي كتشوف فيها الناس فارلاندز الاصليه غالبا كتكون باستعمال النسخ قديمه بزاف. واش نقدر نوصل ليها؟ نظريا في النسخه القديمه المناسبه تقدر توصل للمكان اللي كانت فيه فارلاندز، ولكن ماشي من السبون حتى الفارلاندز غادي يكون واحد طويل بشكل خيالي بزاف. لهذا الناس اللي كيبغيو يجربوها في الفيديوهات كيستعملوا الطرق الاسرع داخل اللعبه، بحال انتقال الاحداثيات المطلوبه باش ما يضيعوش وقت كبير في المشي. وهنا نقدروا نشوفوا بعينينا كيفاش كانت فارلاندز حقيقيه. ودابا هيروبراين، ولكن كاين واحد السؤال اللي خلى فارلاندز اكثر غموضا. واش هيروبراين كاين في فارلاندز؟ كاينين بزاف ديال القصص في الانترنت كيقولوا بان هيروبراين كيبان في هذه المنطقه، وان فارلاندز هي المكان اللي كيختبئ فيه. ولكن خاصنا نفرقوا بين الاسطوره والحقيقه. هيروبراين هو واحد من اشهر ماينكرافت كريبي باستز، ولكن ما كاينش الدليل الموثوق بانه شخصيه حقيقيه كتظهر بشكل طبيعي في ماينكرافت. موجانك حتى هي كدير ريفيرونس لهيروبراين في النوتس ديال التحديثات بعباره ريموفد هيروبراين، ولكن هذه ولات جوك معروفه عند المطورين بالدليل ان هيروبراين كان فعلا كيتوجد في العالم. يعني فارلاندز حقيقه كظاهره قديمه، اما هيروبراين فقصه ديالو اسطوره من مجتمع ماينكرافت. علاش الناس كيربطوا هيروبراين بفارلاندز؟ سبب بسيط، فارلاندز كانت منطقه غريبه ومخيفه بالنسبه للاعبين، خصوصا في الايام الاولى ديال ماينكرافت. اللاعب كيمشي ملايين بلوكه في العالم كيبدا يتشوه وكلشي كيولي غريب، ومن هنا بدا الخيال ديال اللاعبين يخدم.
مع الشهرة قصة الهيرو براين بداو الناس يربطوا ويبينوا المناطق الغريبة في العالم، وهكذا تولدت بزاف ديال القصص والنظريات. هيرو براين كاين في فرلانس، هيرو براين هو اللي دار فرلانس، كاين شي حاجة مخبية في آخر العالم، ولكن عندنا الدليل الحقيقي لهاد الإذاعة، هاد الإشاعات حقيقة ممكن تفاجئك. اذا فرلانس ما كانش ديمونسيون سريه، وما كانش المكان بين ماينكرافت بناتو باش يخبي هيرو براين، وما كانش منطقه سحريه، كانت ببساطه نتيجه لحدود ودقه الحسابات الرياضيه في نسخ ماينكرافت القديم. ولكن هذا الخطا التقني اللي ولا واحد من اشهر الاسرار والاساطير في ماينكرافت، والاجمل هو ان المجتمع اللي عطاه هذه الشهره كبيره. وفي الخاتمة ودابا من بعد ما عرفنا الحقيقة فرلانس كانت الحقيقة، ولكنها كانت ظاهرة تقنية في ماينكرافت قديم، كانت كتظهر على بعد حوالي 12.5 مليون بلوكة بسبب المشاكل في طريقة توليد العالم والحسابات ديال الإحداثيات. أما الهيرو براين فحتى الآن ما كاين حتى شي دليل موثوق أنه كاين بشكل طبيعي في ماينكرافت، ولكن أنه ساكن في فرلانس. ولكن رغم ذلك بقات فرلانس وهيرو براين من اكثر الاساطير اللي خلات ماينكرافت لعبه غامضه وممتعه. ودابا عندي سؤال ليك، الا عطاك شي اختيار واش تقدر تمشي لفرلانس القديمه بوحدك؟ الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وسبسكرايب وكتب لي في التعليقات واش كنتي كتامن ان هيرو براين كان في فرلانس، وشكون في الفيديو الجديد.